جماعة النهاردة زي ما انتم شايفين احنا في منزل المرحوم بسام الله يرحمه. وزي ما انتم عارفين طبعا ان السوشيال ميديا ملهاش غير الكلام وكله بيتكلم، والمواضيع تاخد اكبر من حجمها بحاجات لا تمت للحقيقة بشيء. احنا النهارده مع والدة المرحومة بسنت في منزل بسنت زي ما انتم شايفين في مكان الواقع زي ما حضراتكم برضو شايفين. فخلينا نرحب بالام ونقدم لها واجب العزاء. اهلا بحضرتك بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي. طبعا حضرتك يعني احنا بنقدم لك العزاء طبعا والبقاء لله، وحضرتك اكيد فيك البركه والصحه طبعا للبنات طبعا، الحمد لله. ومحدش هيقدر يوصيك عنهم اكيد ابدا، عمر ما حد يقدر يوصيني عليهم عشان دول روحي اساسا. طيب حضرتك عارفه طبعا ان السوشيال كلها كانت بتقول ان حضرتك تخليتي عن البنات ورفضتي ان انت تستلميهم، وبالفعل ان انت سلمتيهم للمدرسه بتاعتهم. ايه واقع الحقيقه؟ الحقيقه ان انا كنت في النيابه عامه، فكانوا معايا تالين وإيلان، ففي المدرسه جايه معايا عشان مش قادره امشي وكده. فهم كانوا معايا، فقلت لها اخرجوهم، بس ايه اخش واطلع. هم كانوا بيستدعوهم جوه طبعا عشان التحقيقات النيابه، كل شويه اخدهم وانا اخش شويه وهم شويه. فجت ميعاد الدفنه بتاعت بسنت، فقلت لها خليهم معاكي لغايه لما يعدي الموضوع ده، فاهمه؟ طبعا عشان اخدهم البنات عشان نفسيا ما نقدرش ان احنا ما اقدرش اخدهم في الموقف حاجه زي كده تبقى في واقع ذهننا اصلا، ما يتعرضوش لكده بالظبط. بس ورجعت بعد ما حصل اللي انا وصلت بنتي واخدتهم وانا قاعده معاهم، واخدتهم وانا قاعده معاهم. ودي إيلان يعني ما فيش وتالين عندي، بس مش عايزه تالين تطلع شو يعني سجل. يا جماعه انا شفت تالين وشفت إيلان زي ما انتم شايفين. انا طبعا انا ما كانش في ميعاد ما بيني وبين دول، وبرغم ان بسنت كانت حبيبه الملايين وحبيبتنا طبعا، ولكن انا حبيت اوجه رساله للناس اللي ما بتبصش طبعا لوجع قلب ام قد ما هي موجوعه، احنا بنزود وجعها. يعني الام هنا وكانت علاقتها. طب بالنسبه لعلاقتك ببسنت بنتي ايه بنتي علاقه ام بنتها عادي جدا، ما بنسيبهمش وقاعده معايا وانا مربيه إيلان وهي في شغلها في كليتها كانت وخدت الليسانس. لا بسنت حاجه تانية، بسنت دي حاجه كده نادره في الدنيا. ازاي يعني؟ بسنت دي روحي اساسا. حضرتك كنت عندها قبلها؟ كنت لا يوميها نفس اليوم؟ يوميها يعني نفس اليوم يا جماعه كانت مامتها بالفعل مع بسنت هنا في البيت. كنت عندي والبنات كانوا موجودين؟ البنات ايوه ماما عادي، بسنت ما فيهاش حاجه خالص، بس هي ضغط الحياه، ضغط الدنيا، ومش عارفه دول عايزين بابا فاهمة؟ هي حالة من الاكتئاب بس كده، حالة من الاكتئاب. جت لها انا عملت ايه عشان يجراني كده؟ انا عملت ايه عشان يجراني كده؟ انا في ايه؟ بس كده. طب طنط ممكن نقول النهارده موقف بابا الولاد ايه النهارده؟ ما بانش ولا في العزاء ولا لما بيتهم اتحرق ولا اي حاجه. احنا سمعنا يا جماعه ان منزل بسنت بالفعل اتحرق قبل كده من سنه بالظبط. ما حدش وقف جنبهم غير الجيران، صح ده؟ الجيران هي اللي عملت البيت ده تاني، هو ما دفعش جنيه، الجيران ابدا ولا مامته حتى سالت عليهم اذا كانوا عايشين ولا ميتين. يعني الجزء بتاع الشقه هو ولع كله بالعفش بحاجتها باوراقها ما كانش فيه اي حاجه غير ان حيطان نازله كمان. احنا سمعنا طنط كمان ان حضرتك كيسي لقيتيهم اصلا وسط النار جوه، يعني طبعا طبعا فيها نار اصلا. بعد دول ما عنديش حد، اكيد بعد دول انا ماليش حد في الدنيا الا هم. ازاي اتخلى عنهم؟ ازاي اسيبهم؟ يبقى انا بقى الكافره بقى، يبقى انا ست مش تمام.
طب حضرتك نزلتي في اليوم ده هي كانت كويسه مفيش كانش حاجه، في أي وكان حاجة؟ نازل خرج